ما تقوليش ديال هادو اللي طلقوا كامل ولاو احرار. وهذه من بين الفيديوهات اللي كيتلاعبوا دابا كتقولي طلقت ارتاحيت. شوفي شنو كانت كتعيش، شوف واش هو اللي ارتاح ولا هي اللي ارتاحت. هذه هي الحقيقه اللي خصنا نبحثوا عليها، هذه اللي كتقول. وفي اغلب الحالات هذه اللي كتقول اوف ارتاحيت، لا راه هو اللي ارتاح منها، لانها لو كانت عندها ذره مبادئ وذره اخلاق ما غاديش تحتفل بما يغضب الله عز وجل وبما هو غير مطلوب شرعا ولا مقصود اصلا. هو ابغض الحلال الان، ولكن هو اخر شيء. فغيجي واحد النهار اختي اللي غتندمي حينما لا ينفع الندم، وغتسمعي لهاد الاشكال هادو اللي كنحكي لك عليهم هما كتار ولاو تباعوا الكيلو. غادي تقولي عاتبت نفسي لما رأيت جسمي نحيلا، فقام قلبي لطرفي وقال كنت الدليلا، فقال طرفي لقلبي وقال بل كنت أنت الرسولا، فقلت كفاكم جميعا تركتماني قتيلا. شحال من مسجد كان في المكان ديال المسجد مزبلة، شحال من راجل كان خير، وشحال من راجل وصلت معاه هنا، وشحال من راجل اللي وليتي كتقولي يا ريت ما نتزوجش، ولكن في لحظة تنقلب الموازين. السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا كما قلت لكم في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا واحد الحقائق، وغادي توقفوا معايا على حقائق، لاننا حنا ماشي في عالم ثاني، حنا في المغرب. وهذا الشيء ماشي غير في المغرب، هو في دول كثيره مع الاسف. قبح الله الفقر. بعض الناس ولا كيتبع عندهم كل شيء، حتى الاخلاق حتى القيم حتى الدين حتى كل شيء، المهم الماني. فاختي غادي ننصحك واحد النصيحه، فكيما كتحرصي اشنو تاكلي واشنو تدخلي الجسم ديالك، فكذلك خصك تحرصي اشنو كتسمعي بالاذن ديالك. هاد الناس راه ما كتهميهم لا انت ولا انا ولا غيرك، راه كيهمهم الماني. اللي الهدف المادي هو الخطير يكون عندك، هو الهدف الاسمى والاول، لانك تقدري ديري اي حاجه وتبيعي اي حاجه وتقولي اي حاجه، كيف ما وقع هاد النساء هاد. جميله هذه واحد السيده اللي جميله وكتنشر النصائح ديالها وحتى الجمال ديالها على السوشيال ميديا، ولكن حسناء هي واحد السيده اللي طيبه وكتسمع النصائح ديالها وكتثق فيها. وسطروا لي على هاد الكلمه ديال كتثق فيها. اشنو قالت ليها؟ قالت ليها شدي الخميره الفوريه وديريها مع شويه الماء الورد ودهني بها لاله الصدر ديالك عكس عقارب الساعه. يا سلام. ومن بعد هاد الثدي ديالك غادي يكبر. هذه فهمناها. حنا كنعرفوا الخميره الفوريه انها كتحول الكربوهيدرات الى ثاني اكسيد الكربون حتى كيتفشفش داك الخبز ويخمر، ولكن الثدي هو جزء منه. اش قربوا التركيبه ديال العجين. كبري معايا دماغك، المشكله ماشي هنا، المشكله في التعليقات. اشنو قالت لها سوسن؟ قالت لها الوصفه اقوى من السحر. وهذه الطامه. هو هاد الناس بيني وبينكم اش كتاكل من غير الخبز؟ كارثه. القضيه ما وقفتش هنا، القضيه ولات نصائح، نصائح كتنشر على السوشيال ميديا اللي كتخرب بين الزوجين. كون بقينا غير في الوصفات الطبيعيه، ها تكبير الصدر ها تبييض المناطق الحساسه، لا، ولينا في نصائح تخريب البيوت وتشرد الاطفال وطلاق الزوجين. الفضفضه اخوتي هي نوع من التعري، فما تحاولوش تعراو على ناس ما كتامنوش الستر ديالكم معاهم. الا بغيتي تعرى وتفضفض، تفضفض على حدا وشي واحد اللي غادي يامن الستر ديالك، او حتى الا ما امن الستر ديالك عنده ما يعطيك ويساعدك، او حتى الا ما عندوش ما يساعدك سد فمو. كنعرفوا اكبر سد
راه ماشي هو سد الممرات 3، راه هو سد فمك او قل خيرا او صمت. هاد الاعوام الاخيره ولينا كنشاهدوا الطلاق مرتفع بزاف. واش عرفتوا السبب شنو؟ السبب ديالو اخوتي وخواتاتي هو ضاقت بها الارض والماء رحبت وضاقت بها نفسها بما حملت طلب الطلاق. لا ماشي هي. غتقولي الظروف ماشي هي اللي كانت سبب الطلاق. شحال من واحد كتكون ظروفه بحر وكيكون هو سمكه حوته وسط البحر وكيخرج منها وبفضل من الله سبحانه وتعالى. غتقولي لا اختي فاطمه بنادم ولا معصب وما بقاش كيصبر. هذه هي النقطه اللي بغيت نسمع منك، وهذا هو السبب الاول والرئيسي، هو بنادم ولا معصب ومقلق على اتفه الامور. علاش؟ انا غادي نجيكم علاش دقه دقه. غير كبري لي هذيك الشاشه في التليفون وتسمعني في الهضره اللي غادي نقول لك. بزاف النساء اللي جمعت معاهم قالت لي كنتاثروا بداكشي اللي كنشوفو في التليفون او بداكشي اللي كيقولوا لينا في التليفون. طبيعة الحال الا كانت شخصيه ضعيفه وكان الانسان كيصدق وكانت انسان كل من هب ودب كيأثر فيه فراه غادي يأثر فيه، فغادي تأثر فيه لي سوشيال ميديا. هذه من طبيعة الحال. ولكن واش عرفتوا داكشي واش حقيقه؟ راه ماشي حقيقه. انا في الميدان غادي نعاود لكم الحقيقه. واش كتعرفي انني الا بغيت نبين لك الدار نقيه وكل شيء متول ودوك الوليدات لابسين وكل شيء نقي والراجل تا هو داخل الكوزينه كيعاون معايا وانتي كتشوفي في داكشي وكتقولي شوفي داك الراجل عندها كيعاونها وكيدخل معاها الكوزينه، وهذاك الراس الربع ديالي ما كيعاونني ما زايد ما ناقص غير كياكل. وهذا هو الكلام اللي وليتي كتلقيه على اغلبيه الساحقه وما نكروش الواقع ديالنا. هاد الكاميرا هادي اللي كنقول لكم عليها دائما ما عمركم اخواتاتي تصدقوها. ما تصدقوا غير اللي شفتوا بالمومو ديال عينيكم. اما العدسه ديال التليفون راه هي حقيقه وراء قضبان، راه هو عالم اخوتي افتراضي. انا كنعاود لكم دابا على القنوات السليمه، القنوات اللي كتنشر غير الروتينات الجميله والنقيه والحميده، وشوفوا كيفاش داري متوله وكيفاش باش انتي كتنوضي تقولي شوف انا ولاد عندي ما معصبيني ما منظمينش، شوفي تبارك الله الزربيه عندها متوله، شوفي الكوزينه عندها يا اختي راه انا باش ندير لك هذا الفيديو راه خصني نجمع الدار ونسيقها ونقادها ونتولها، والدراري نقدر نعسهم ولا نعطيهم التليفون نخشي لهم ريوسهم في التليفون باش نلقاو واحد الجو مناسب باش تشوفوا فاطمه في احسن حله. لا اختي لا لا اختي ديما صدقي على اللي شفتي بعينيك. هادي كنقول لك على الروتينات الزوينه النقيه. ها راك اللي نوريك اللي كتعطي النصائح، والنصائح اللي خربت البيوت. شكرا ثم شكرا الناس اللي كيعطوا نصائح زوينه وكيرجعوا الازواج لبعضياتهم وكيطمئنوا النفوس يزرعوا في قلوب امل. كنشكرهم والله العظيم. الى الانسان طيب راه كذب ثم كذب من قال انسان خير. راه اللي موسخ من الداخل، سمحوا لي على هذه الكلمه هذه، هو اللي كيشوف الناس كلهم خايبين. النقي دائما كيشوف الناس نقيين. راه حنا طيبين، راه فينا خير. ما نفقدوش الامل ونقولوا لا بنادم خايب، لا راه فينا خير. وتا هذه اللي كنعاود لكم عليها وكنقول لكم كتعطي نصائح خايبه حتى هي راه فيها خير. خاصها تربى شويه، خاصها شويه الخبره، خاصها تعرف شويه اشنو تقول واشنو اللي ما تقولش، حيت ماشي كل شيء يقال. فمن النصائح اختي اللي كيخربوا بها البيوت، وهذه بغيتك تسمعي منها مزيان وتكبري بها عقلك، هي بعض النصائح اللي كتخليك كتعيشي في خيبة أمل، كتعيشي في يأس، كتعيشي بعدم ثقة، كتولي تشكي حتى كتشكي في ذاتك. هذا الراجل ما فيش ثقة. واش هذه اللي كتقول لك هذا الراجل ما فيش ثقة؟ بالله عليك واش هي جربت الرجاله كاملين؟ لا، هي جربت واحد رجل
أو 2 أو 3 دازت عندها واحد القصة مؤلمة، عندها ماضي أسود أو ماضي مظلم، فجات كتنشر حاشاكم أو رفعكم الله أو رفع الله من حضركم النفايات ديالها، الطاقة السلبية ديالها، وبدات تنشر وكتقول لكم أزواج ما فيهمش ثقة. وملي الأزواج ما فيهمش ثقة غنثيقوا فيك انتي؟ لا. ناس قراو حتى شابوا تخوى ليهم الراس بكثرة البحث والعلم، هملناهم ما بقيناش كنسمعوا ليهم، ولينا كنسمعوا لوحده كتجي كدير لايف وكتبدا تنشر في الطاقه السلبيه ديالها. لربما كيكون داك اللايف ديالها ما بين دوره الحيض ديالها، وحنا كنعرفوا المراه ملي كيضطرب الدور ديالها يا اما كتطلع عندها العاطفه يا اما كتهبط عندها. هذا واقع ما نكذبوش. لهذا كي كتقلبي اش تلبسي لوليداتك واش توكلي لوليداتك، عارفي اش كتسمعي لوليداتك. هذه اللي كتقول لك فعلي الراجل وديري الراجل وتركي الراجل واجي نوريك كيفاش تتعاملي مع الراجل قسما بالله ما باغا لك الخير، اقسم بالله العلي العظيم يا ما باغا لك الخير. عرفتيش علاش ما باغاش لك الخير؟ كيف قلت لكم قبيله ان الفضفضه هي نوع من التعري، فما تتعريش قدام اي واحد. ما نحكيش انا الاسراري، هذيك الشيء اسرار بيوت. امتى كنحتاج ان ندخل طرف ثالث؟ كما قال الله سبحانه وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. هي ملي كيكون الامر وصل طفح الكيل كنشوفوا دوك الوليدات غادي يضيعوا، كندخلوا الطرفين يا اما اب او ام او كلاهما من طرف او من طرف، ويعني العاقل اللي شارب العقل ديالو. عرفتي علاش كندوي معاكم وانا معصبه دابا؟ 3 اللي طلقوا في باب فيديوهات ديال واحدين اصلا حياتهم كذوب، كلامهم كذوب، قصتهم كامله كذوب، كلشي كذوب. هذاك الرجل ما غنتكلمش عليه اليوم، وما غاديش نقول لك انا تعاملي معاه هكا ولا ما تعامليش معاه هكا لان الفيديو غادي يجي طويل، وانما كلمه واحده غنقولها لك. شحال من مسجد كان في المكان ديال المسجد مزبله. تقولي فاطمه بالغتي؟ لا والله العظيم. كم من مسجد دابا غتقلبي عليه، غتقلبي ربما تكوني انت باقا ما تزادتيش او حتى تزادتي وما عاقلاش فيه، غتسولي اب ديالك او شي واحد من العائله ديالك غيقول لك المكان ديال هذا المسجد كان مزبله. غتقولي اختي فاطمه ما علاقه المزبله او المسجد او الشيء اللي كتحدثي به دابا؟ هادشي هو اللي بغيت نقول لك، ما تفقديش الامل. شحال من راجل كان خايب، وشحال من راجل وصلت معاه هنا، وشحال من راجل اللي وليتي كتقولي يا ريتني ما تزوجت به، ولكن في لحظه تنقلب الموازين، في لحظه كلشي كيتبدل. علاش؟ واش عرفتي علاش؟ اشنو هو الدعاء ديال المؤمنين؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اذا ان القلوب تتقلب، قلبه هو بين يدي من؟ بين يدي العالي، بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمن علا فالله أعلى. هو بين الله سبحانه وتعالى، ماشي بين هاد السيدة هذه اللي غادي تعطيك نصائح قسما بالله غتدمرك وغتدمر لك. شتي هاد السيدة اللي كتعطيك هاد النصائح غادي يجي واحد النهار اللي غادي تضحك عليك وغادي تقولي عاتبت نفسي لما رأيت جسمي نحيلة. وتقدري تطلقي وتقدري يوقع لك بزاف من بعد الطلاق. ما تقوليش لي لا هادو اللي طلقوا كامل ولاو احرار، وهذه من بين الفيديوهات اللي كيتلاحوا دابا كتقولي طلقت ارتاحيت. ما عمركم تقارنوا ما عمركم تقارنوا انفسكم بالاخرين. شوفي شنو كانت كتعيش، شوف واش هو اللي ارتاح ولا هي اللي ارتاحت. هذه هي الحقيقه اللي خصنا نبحثوا عليها. هذه اللي كتقول وفي اغلب الحالات هذه اللي كتقول اوف ارتاحيت، لا راه هو اللي ارتاح منها، لانها لو كانت عندها ذره مبادئ وذره اخلاق ما غاديش تحتفل بما يغضب الله عز وجل وبما هو غير مطلوب شرعا ولا مقصود اصلا.
هو أبغض الحلال ولكن هو آخر شيء. إذن هو ليس مطلوبا شرعا ولا مقصودا أصلا. هي تحتفل، إذن هي ليس عندها ذرة من الأخلاق ولا ذرة من الاحترام. هذه اللي كتسمعي لها إذن هي أولا وآخرا هي السبب. أنا لا أعلم غير، وإنما نخوضوها غير بالعقل، نخوضوها غير بالعقل. فغيجي واحد النهار أختي اللي غتندمي حينما لا ينفع الندم، وغتسمعي لهاد الأشكال هادو اللي كنحكي لك عليهم هما كتار ولاو تبعوا الكيلو. غادي تقولي عاتبت نفسي لما رأيت جسمي نحيلا، فقام قلبي لطرفي وقال كنت الدليلا، فقال طرفي لقلبي وقال بل كنت أنت الرسولا، فقلت كفاكم جميعا تركتماني قتيلا. قتيلا. ملي كتشوفي الوليدات كيضيعوا قدام عينيك، ملي كتشوفي الوليدات خديتي قرار ما تشاورتي فيه مع حتى شي واحد، مع وحده. لهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حنا ماشي خايبين، حنا زوينين. وكي قلت لكم في الفيديو السابق حنا ماشي خرفان، حنا ماشي قطيع، حنا إنسان. هاد الناس راه دارونا قطيع حيت أثروا على الأغلبية منا، والأغلبية الساحقة وركوا لها على نقطة الضعف ديالها. ونقطة الضعف ديالها هي شناهي؟ هي هذه اللي غنحكيها في بعض الفيديوهات السابقة. فخليكم معايا وكنتمنى من الله تبارطاجيو هذا الفيديو. أنا ما كنطلب حتى شي حاجة، أنا كنطلب تبارطاجيو هذا الفيديو. ولا عجبكم الفيديو خلوا لي فيه لايك باش يطلع، هو باش يطلع هذا الفيديو وباش يسمعوا بعض الأمهات اللي دابا راه كيضيعوا، واللي أنا كنعرفهم دابا كنعرفهم 3 طلقوا وجوج هاهما في الطريق إلى الطلاق أسباب تحريض. كتقول شكون السبب؟ كتقولك فات الوقت. لا راه ما فاتش الوقت، باقي الوقت. خوتي وخواتاتي، هاد العقل إلا ما شغلناش بما ينفعنا شغلنا بما يهلكنا. هي هادي غنقلبوا على الوسخ، سمحوا لي على هاد الكلمة هادي كثرت فيها، الوسخ باش ندخلوه لدماغنا. نحنا ما محتاجينش الوسخ، حنا ناس أذكياء. الله سبحانه وتعالى قال علينا وهديناه النجدين، يعني ورانا الشر والخير. ما غاديش هي تورينا اشنو نديرو. وحتى الا بغينا نفضفضو وبغينا نشكيو كاينين الناس ديال الفضفضه وديال الشكوى اللي كيسمعونا بقلب سليم وكينصحونا كذلك بلسان سليم. واش كتعرفي هذا وهذا راه هو اصعب حاجه في الجسم ديالنا. راه الا ما صححناش خرج علينا، وإلا طهرناه وصلحناه يا الحياة طيبة. هادشي علاش لقمان الحكيم ملي عطاوه الشاة وقال لي جبد لينا أخبث ما فيها جبد ليهم اللسان والقلب. عاود تاني الملك قال لي عطوه شاة وقول لي جبد لينا أطيب ما فيها وجبد ليهم اللسان والقلب. وسولوه قالوا لي يا لقمان علاش جبدتي لينا اللسان والقلب في كلا الحالتين؟ قال لهم إذا صلح اللسان والقلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد اللسان والقلب فسد سائر الجسد. كنقول كلامي هذا والله على ما أقول شهيد أني لا أريد شيئا وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإن شاء الله إن شاء الله ما يكون خير. نشوفوا زوجات ترجع أزواجهم، وغنشوفوا أمهات ترجع لأحضان أولادها، وغنشوفوا الخير. شرط ما نخلطوش، ماشي كلشي كيعطي النصيحة وماشي كلشي معقول. كاين الناس اللي قراو قلت لكم تشاب رؤوسهم وراه خليناهم في الصف الأخير، وحنا اللي رفعنا التافهين وحنا اللي كنصنعوا التافهين. فإلا كنا حنا اللي نصنعوهم فجاء الوقت وحان الوقت أننا نوضعهم تحت الأقدام ديالنا باش يرجعوا يشوفوا المستوى ديالهم اللي كانوا فيه، وكفى من تخريب البيوت
ومن طلاق الزوجات والأزواج ومن تشرد الأطفال. والسلام عليكم، نتمنى من الله نشوفكم فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.